عزيزي الزملكاوي، اللي كان معاه رقم 011 وراح بدله وبقى جاب اورنج او جاب فودافون او جاب وي. عامة يعني احب افكرك يعني ان في 2010 الصورة اللي تحت دي كان في اعلان لفودافون. ساعتها كان فودافون كان راعي النادي الاهلي، فنزل بقى اعلان وبتاع. وكان في الاعلان ده بوكس احمر طلع منه كلب ابيض. قال لك بقى ساعتها طلعت هوجه زي دلوقتي كده بالظبط. طلعت هوجه وان الكلب الاحمر ده اسقاط على زي الكلب الابيض ده اسقاط على الزمالك ومش عارف ايه ومقاطعه وكده يعني. المهم الحوار هدا وعدى وخلاص يعني. جينا بقى في سنه 2019 دي بالصوره برضو دي برضو من قريب الحوار ده، واكيد في ناس كتير فاكراه يعني. اعلان وي لما كان العريس لابس لا البدله العاديه وحاطط هنا اللي هو بتاع الاهلي اسمه ايه السكارف باين بتاع الاهلي. تمام. وقال لك والعروسه لابسه ابيض وخطين وبتاع. قال لك بص بقى اسقاط على الزمالك وانقطعت شركه وي وبتاع ومش عارف ايه، وحصل نفس الهوجه برضو. تمام. وادينا اهو دلوقتي حاليا في شركه اتصالات. يعني كده الزملكاوي اللي اشترى خط وي المفروض كده برضو تروح ترجعه. معلش بقى احنا بنتكلم ما دام هي مقاطعه نكمل مقاطعه لحد الاخر. كده الزملكاوي اللي اشترى خط وي يروح يرجعه، واللي اشترى خط فودافون يروح برضه يرجعه. فضلكش غير اورنج. واورنج الملك بتاعها او الوكيل بتاعها في مصر نجيب ساويرس. طبعا كلنا عارفين اللي هو اهلاوي. ده اصلا ده مدينا مصطفى العش ببلاش. جايبه لنا عرب ببلاش. انت يعني راسلوا بعض بالحمام الزاجل بقى واتكلموا ماسنجر. فاهم؟ معاك خط كده، معاك موبايل ما تحطش فيه خط. يرسلوا بعض بقى على الواتساب بقى. فاهم؟ واتساب بخط. اه دي مشكلة دي. يبقى ما هو ماسنجر. هو بقى فاهم مكالمات بقى فيس تو فيس بقى وبتاع خلاص. عشان بس اصل الحوار كبر بقى. فاهم؟ هتعملوا ايه؟ الله يكون في عونكم بقى.